صباح الخير. والله صحيت من النوم لقيت نفسي فاضيه موريش حاجه وزهقانه، فقررت اعمل كابوريا. فاحنا معانا دلوقتي كابوريا وجندوفلي وجمبري، ودي مريم. سي هاي. طبعا انا اللي هطبخ، فتعالوا نشوف الجريمه دي هتخلص ازاي. خلاص هنا بقى بدات تجهيزاتي، بدات اقطع الفلفل عشان الجندوفلي، وهدخل على الطماطم وكده. يعني مريم كانت تتفرج عليا وهي اللي بتصورني وبتشجعني، فخوره ومبسوطه بيا قوي. كل شويه تقول لي مدام يو ار فيمس. اقول لها اه. المهم هنا بقى اديت الجندوفلي سلقه كده، غلوه كده على النار عشان يفتح ونطلع الرمله اللي في قلبه، عشان طبعا لما بغسله تحت الحنفيه مش هعرف اطلع الرمله منه غير لما لازم ياخد غلوه كده على النار. بصوا ابتدى هنا يفتح اصلا اوريدي، الرمله بتاعته كلها نزلت منه، ما بقاش فيه رمله خالص ونزل تمام. هنا بقى شوحت تومه في زبده صفراء، الله بحب ريحه التوم قوي وهو بيتشوح كده بيبقى قمر. وقمت نازله عليه بالجندوفلي، اديته برده ايه تشويحه كده في السخان السخن قوي يعني، تقليبه في الثانيه تمام. وهنا بقى قمت نازله عليه كده ايه بشويه خل حلوين كده. انا بحبه عامه ايه ميزز قوي، فكترت خل، يعني الخل كميه على حسب انت بتحبي ايه. هنا بقى حطيت كمون، كنت هقول ليمون. حبه كمون حلوين كده برده، على رشه زيت نباتي، ده زيت نباتي على فكره. اوكي. وبرده حطيت فلفل اسمر ورشه كزبره ناشفه. حلو قوي الكلام، حلو قوي. ونزلت بقى بالطماطم، طماطمايه في الثانيه في الثالثه، 3 طماطمات بالظبط متقطعين فصوص صغيره. انا بقى كنت بجيب الكابوريا بتاعتنا القمر دي وحطيتها في الحله، عملت تش كده، ونزلت عليها بالمقادير اللي انا محضرها لها. قعدت اهز فيها كده شويتين، ارقصها شويه. بصوا الجمال، والله بحب نفسي وانا بطبخ قوي. بصوا لونها ازرق تحمر على طول اول ما تلمس النار كده ايه وتسخن. هنا بقى كنت رايحه اجيب لها البصل بتاعها، مقطعها شرايح زي ما انتم شايفين كده، حلقات شرايح كبيره. غرقتها بصل يا بنات، بحب البصل والثوم في اي اكل عامه، كل الاكل مفيد جدا وبيخلي الاكل طعم. وهنا برده الطماطم بتاعتها حلقات كبيره كده. يا خراشي عليا، بصوا كمان والحلاوه والطعم. انزل يا شيف دوده. وهنا بقى رشه ملح حلوه كده، حلوه قوي كمان. يعني انا كترت الملح لان الكابوريا بتحب الملح كتير، لان الميه اللي بتبقى فيها بتمتص الملوحه، فبتديها بتحسسك ان هي درع. يعني كتري ملح براحتك زي ما انت عايزه. ونزلت بليمونتين كبار، اللي هو الليمون القضاليا ده في الاول، وليمونتين كمان بعدهم، وحطيت قشر الليمون وكام فص ثوم كده على الوش. بصوا انا بعشق الاكل اللي ليه طعم. هنا كنت بعصر الليمون عشان ايدي وجعت من كتر العصر، الليمون كبير قوي بصراحه، الطعم بيبقى تحفه في الاخر. هنا بقى نزلت بكام ليمونه كده برده صغيرين عشان اسيب قشرها. كل ما الكابوريا تحط لها ليمون كل ما تطلع طعم اكتر، عكس الجمبري مثلا بيبقى الليمون فيه قليل. قعدت اعصر كام ليمونه كده حلوين لحد ما حسيت ان انا اكتفيت خلاص. وهنا قلت اديها كام تقليبه كده على طريقه ماما حبيبه قلبي، ربنا يخليها لي يا رب، هي اللي معلماني كل الاكلات الحلوه القمر دي. وقعدت اقلب كده واهز تشيك 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 تشيك. وقمت نازله عليها 3 4 كوبايات ميه كده ايه حلوين، بعد ما احمرت واتشوحت خدت تشويحتها. حطيت عليها كوبايه ميه. وهنا بقى تقلبتين كمان كده عشان امزج الخليط بالشوربه. رقص يا معلم، رقص وقلب، اتدلع يا متدلع. هنا بقى كانت حين وقت الجمبري، نزلت بحته زبده تسيح كده، زبده صفرا، بحب الزبده الصفرا والبيضه في الاكل قوي على فكره. سيح الزبده، بقى الجمبري القمر ده يا معلم وتشه في قلب الزبده. تش تش تش. عشان انا مش عارفه والله يعني، بس مبسوطه يعني، اصلا بس قوي انا بطبخ. المهم قمت نازله بالجمبري قلب الحله كده في الزبده، واحط شويه القمر عشان تديني اللون الاحمر القمر. هنا بقى احط التركايه بتاعتي انا، ماما ما علمتهانيش بصراحه، دي من اضافاتي انا، اوريها لكم حالا. قلب 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 قلب. ونجيب بقى البصل، ننزل على الجمبري بتاعنا القمر بحلقات، بباقي حلقات البصل اللي كنت مقطعاها، وشرحوا الطماطم تمام. انا هنا بقى احط بصل وطماطم بس تمام، و رشه كمون على فلفل جاي اهو، والملح والبهارات تمام. بصوا بقى التركيه اللي انا بقول لكم عليها، بصوا يا بنات، هحط على الجمبري سماق، عارفين السماق بتاع الشوي؟ هوريه لكم حالا. ده رشتين منه كده على وش الجمبري من فوق، بيخليه طعم وحمار تحفه، بيتحط على جميع الاكلات اللي عايزه تطلعها حلوه، بيخلي حطوا سماق يا بنات. بصوا بقى القمر، بصوا الحلاوه. ادي الجمبري استوى اهو بقى قمر، وادي الجندوفلي بس عشان البخار بس، وادي الكابوريا القمر بتاعتنا. بصوا استوت وبقى لونها قمر. تسلم ايدي تسلم ايدي تسلم ايدي يا مريم، صح؟ تسلم ايدي. يو مريم.